ازيكم يا احلى واجلى متابعين في الدنيا. انا النهارده عملت لكم شويه قرص فلاحي. بجد شايفين شكلها حلو ازاي؟ طريقه سهله، عملتها بطاجن لبن رايب. شايفين قد ايه لونها حلو، واخده لون حلو من تحت ومن فوق. وشايفين قد ايه قلبها هاشش وطريه قوي، بجد جميله. طبعا قبل ما ندخل نتفرج على الفيديو، ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك. ويلا بينا ندخل على المكونات. 3 كيلو دقيق، معايا نص كيلو سمنة، معايا كوباية الا ربع من الزيت، معايا باكو خميرة فورية، معلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر، و3 معالق كبار من السمسم، ومعايا معلقة شمر كبيرة حمصتهم على النار وبعد كده طحنتهم. وبعد كده معايا 2 كيلو لبن، عملتهم لبن رايب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الدستة اللي انتوا شايفينها. ويلا بينا ندخل على التحضير. ومعانا باكو الخميرة الفورية بننزل بيها على الدقيق بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بننزل بالسمسم، وبعد كده هننزل بالملح، وبعد كده بمعلقة السكر، بعد كده بمعلقة الشمر، وبعد كده هنقلب كل الخليط ده في قلب بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده الخطوة اللي جاية هننزل بالنص كيلو سمنة. انا يا دوبك بس مسيحاها على النار، مش مسخناها. وبعد كده هننزل بالكوباية الا ربع، كوباية الا ربع زيت، وننزل بيها بالشكل ده. بعد كده بقى الخطوة اللي جاية، انا معايا اللبن الرايب، طاجن اللبن رايب، ننزل بيش بالشكل ده. شايفين قد ايه اللبن شكله حلو؟ شايفين قوامه قد ايه متماسك؟ لو اي حد عايز يعرف طريقته ازاي يبعتلي في التعليقات، وانا هقولكوا ازاي تقدري تعملي اللبن الرايب بالشكل ده. بعد كده وهنفضل نقلب كده لحد كل الخليط ده ما يتشرب في قلب بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. بنقلبها الاول بالمعلقة، بعد كده هنعجن بايدينا عادي زي ما حضراتكم شايفين كده. بعجنها بالشكل ده، لازم نعجن بايدينا عشان نحس بقوام العجين. بجد ريحة اللبن طالعة حلوة. هو اساسا قرص فلاحي يعني لبن رايب، ما ينفعش يتعجن الا باللبن الرايب بس. اللبن الرايب بيديلها طعم حلو قوي وريحتها بتبقى حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. انا بعجن، بنشرب كل الدقيق بالحاجات اللي موجودة معانا. طبعا العجينة كده بدأت تلم معانا بعد ما شربت كل السوائل اللي احنا حطيناها. شايفينها قد ايه طرية؟ انا كده بدأت المها. واهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نعجنها. شايفين قوام العجين حلو ازاي؟ اهم حاجة في خطوة عشان القرص تطلع طرية لازم نعجن فيها شوية حلوين لمدة 10 دقايق كده. كده العجينة اتلمت معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هلمها وهنسيبها تخمر معانا لمدة ساعة. انا كده بلم العجينة عشان خاطر اسيبها تخمر. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وبعد كده ده شكل العجينة بتاعنا بعد ما خمر بعد ساعة. هي بالظبط اخدت معانا ساعة. طبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناة. بعد كده حبايبي هنقطع القرص بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين كده. نفضل نلمها
لحد ما نعملها شكل كورة زي الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بنكوني مجهزة صينية فاضية ولا دهنها دقيق ولا اي حاجة خالص، ونبدأ نرصها في الصينية. هنبدأ نعمل واحدة تانية عشان تعرفي ازاي تقطعي شكل القرص. وبعد كده احنا هنملو الصينية دي من التقطيع اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد كده وهنغطي وشها بقماشة وبنسيبها تستريح لمدة 10 دقايق. بعد كده هي استريحت كده بالشكل ده. بعد كده بنجيب واحدة من اللي احنا قطعناها وبنجيب صاج فاضي ولا مدهون زيت ولا مدهون اي حاجة، ونبدأ نبطط القرصاية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. شايفينها قد ايه بتتفرد بكل سهولة، عشان خاطر احنا بعد ما قطعتها سبتها استريحت 10 دقايق كمان. شايفين العجينة بتتفرد ازاي بكل سهولة. شايفينها قد ايه هي طرية. بعد كده بقى انا هكمل كمية القرص اللي معانا وبنسيبها تخمر. بعد ما نخلص كمية القرص اللي معانا بنسيبها تخمر، وبعد كده بنطيبها بقى في الفرن. بس انا حبيت اوريكم اول واحدة ازاي بتفردي القرصة. شايفين شكلها ازاي مفروضة حلو. بعد كده الخطوة اللي جاية احنا كده خلصت الكمية زي ما حضراتكم شايفين كده حبايبي. كده خلصت شكل القرص بعد ما فردتها بالشكل الجميل ده. وكده بعد ما خمرت سبتها خمرت كمان. بعد ما بتقطعيها كده بتسيبها تخمر تاني، وبعد كده بندخلها الفرن على طول على الشبكة اللي في النص، بتاخد لون من تحت. بعد كده بتولعي لها الشواية من فوق. وكده يا حبايبي بعد هي ما طلعتها من الفرن واخدت اللون الجميل ده، شايفين قد ايه لونها حلو، وشايفين قد ايه واخده لون حلو من تحت ومن فوق. طبعا كده حبايبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبألف هنا.